السلام عليكم واهلا بكم في قناة سيف العمراني ارتيست. ان شاء الله غنحضروا هاد التحليل تجي خطيرة رائعة جدا. غنخليكم مع طريقة ديال التحضير ديالها. من اول خطوة، اول حاجة تنحتاجو الفريز. عندنا واحد السكيل ديال الفريز اللي نقيناه وغسلناه ونقيناه وقطعناه، وغنديرو دابا في كاسرونة يطيب. هذه الطبقة الأخيرة من الديسير اللي تنديروها في الطبقة الفوق. أول حاجة نقطعو الفريز قطع صغيرة، نقطعو هكا الفريز ديالنا، تنحاولو أننا نقطعو كامل، ومن بعد غنزيدو عليه سنيدة. غنخلي لكم عفوا المقادير في صندوق الوصف، مضبوطة في صندوق الوصف. صافي بحال هكا تنقطعو الفريز كامل ديالنا. هاد التحلية رائعة جدا وصدقوني خطيرة خطيرة. أنا أول مرة تنجربها جاتني رائعة وزوينة بزاف. كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. صافي هنا كيف قلتي غادي نقطع فريز، تنحاول نقطعو قطع صغيرة، وغنخلي شي فريزات باش غندير بهم ديكوراسيون في الأخير. صافي هنا خليت هاد الفريزات، ومن بعد هنا غنزيد سنيدة، واحد جوج ملاعق ديال السنيدة. هنا تيبقى سنيدة على حسب الذوق ديالكم، كي بغيتو نتوما الحلاوة. غنديرو فوق البوطة، وتقدروا تزيدوا ليه نتوما شويه ديال الماء. هنا كيف قلت لكم ها هو درتو فوق البوطة من بعد ما طاب ليا، وما زدت فيه انا الماء، ولان اصلا الفريز تيطلق الماء، فبلا ما تزيدو فيه الماء هداك تيبقى الا بغيتو تزيدو شويه فقط. هنا غنطحنو جيدا بهاد الميكسور او الطحانة اليدوية. هنا غنطحنو مزيان حتى ميبقاش عندي دوك الطوافة ديال الفريز. غنطحنو جيدا، واخا يبان لكم ان اللون ديالو تيتبدل، ولكن هو من بعد تيرجع للون ديالو الاصلي. تنتمنى انكم الا كنتو باقيين ما اشتركتوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وتنتمنى انكم تدعموا القناة، خلي شي تعليق زوين. المهم كيف قلت لكم ها هي الطبقة ديال الفريز. هذه الطبقة الأخيرة ديال الفريز. هي طحنتها مزيان، ودابا من بعد غنزيد واحد معلقة ديال النشا، تتبقى اختيارية باش شوية يعقد ليا هداك الفريز، تيبقى اختياري. معلقة ديال النشا كبيرة. صافي غنبقى نخلطها مزيان حتى نحصل على واحد الخليط اللي شوية متماسك، وغيتجمع شي شوية فقط، ونخليه نتركو جانبا. وغنمشي نحضر الطبقة الأولى اللي غندير في التحلية. صافي أنا كي تشاهدو ها هو باقي البيض بدا مع داك النشا دغيا تيتجمع مع السخون دغيا تيتجمع. صافي تنبقاو نحركوه جيدا مع استمرار في التحريك باش ميتحرق ليكمش من التحت، وحركو من جميع الجوانب. شتي ها هو تيجي على هاد الشكل، ها هو تا الكولور ديالو تيبدا يرجع. ها هو دابا الشكل ديالو غنتركو جانبا باش غنمشي نحضر التحلية.
بالنسبة للتحلية، أول حاجة نصنتو الحليب اللي يكون بارد مزيان في الثلاجة، يكون بارد، ونديرو فيه كاسرونة، ومن بعد غنزيد هاد الفلان بنكهة الفراولة أو الفريز، وغنحركو جيدا، وغنديرو على نار متوسطة حتى الغليان. ها هو كاع شتو قلتلكم استعملت هذا، صافي غنخلط هنا جيدا عناصر، وغنديرو فوق البوطة حتى يغلى مزيان. هنا من بعد ما غلا ليا تشوفو انه غلا وطلع، وتستخوي في كيسان، نحاول نديرو متساويين في الكيسان. تيبقى إلا بغيتو نتوما تضاعفو الكمية تقدرو ديرو هادشي كلو ديروه مدوبل، يعني كيما قلتلكم غنخلي لكم المقادير كلها مضبوطة في صندوق الوصف، المكونات، صافي. وغنديرو نخليه شوية نتركوه هنا باغا شوية تيتحيد لنا ديك السخونية، وعاد نديروه في الثلاجة باش يشد راسو، باش غنمشيو نصايبو المكون الآخر أو التحلية اللي غنديروها في الوسط. قبل أنا قبل ما صايبت التحلية خليتو تيبرد هداك مزيان، خليوه تيبرد عاد صايبوه، لأن دابا هنا عاد صايبت خليتو يبرد واحد تقريبا واحد الساعة ساعتين تيشد راسو يبرد مزيان، عاد صايبو التحلية هادي الوسطانية كيف درت أنا. هنا كيف درت نديرو سطر الحليب عتاني، تنديرو واحد جوج ملاعق كبار من الماء جيدا ديال النشا جيدا، ملعقة كبار، والسنيدة غنديرو واحد جوج ملاعق كبار ديال السنيدة اللي تيبقى على حسب الذوق ديالكم، وغنديرو فوق البوطة حتى يبدا يتجمع لينا الخليط يولي بحال الاشكال كريمي. هنا درتو فوق البوطة، من بعد هانتو تتبقاو تخلطو جيدا حتى يبان انه بدا تيتجمع، يبدا تيتقال شي شوية، لأن مدرتش فيه سميتو. أنا غنزيد فيه دوك الشوكولا بلون 80 غرام ديال الشكلاط بيض، تيبقى اختياري الشوكولا بلون، إلا بغيتو ديروه ديروه، هذاك ماشي يعني ماشي اوبليجي. صافي تنحرك هداك الشوكولا مزيان، تعطي واحد النكهة زوينة لهداك الفلون التحلية. صافي هنا الخليط ديالنا من بعد ما غنخويوه في داك الكيسان عاد غيشد راسو جيدا. من بعد ها هو كيف تشاهدو، وهذا راه شاد لينا الخليط ديالنا كيف قلتلك، تنخويوه عتاني في الوسط، وتنخويوه عتاني هنا تيجي تقيل، وعاد أنه في الثلاجة ملي غنديروه عاد غيزيد يشد راسو. تنحاول أننا نديروه بشكل متساوي، ومنحاولوش نعمرو بزاف لأن باقي غنديرو طبقة ديال الفريز، أو ديك الطبقة الأخيرة ديال الفريز أو الكولي ديال الفريز. صافي غنخليوه هنا في الثلاجة يبرد لواحد لمدة ساعة أو ساعة ونص حتى يشد راسو. هنا من بعد من شد راسو ها هو الفريز ديالي هذا سخنتو عتاني شوية لأنه مع داك الميزان تيعقد شي شوية، تقدرو تسخنوه شي شوية فقط ماشي بزاف. هنا سمحولي ضيقت عليكم الكاميرا، ولكن أنا غنبين لكم آه ما مبينش الكاس هذا مزيان. ها هو الكاس الأول كيف شتو، نوريكم. صافي تنحاول أنا نعمر هادوك الكيسان بالفوي روج.
ها هو الكاس شي طريقة كيفاش ندير ليه بحال هاكا. صافي تنعمر داك الفريز وغنخليه يعقاد شي شوية حتى يشد الخليط مزيان، وهنا تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التحلية ديالنا. شوف كيفاش تجي هاديك التحلية خطيرة جدا، رائعة وتستحق انكم تجربوها. رائع رائع زعما للغاية. انا صراحة جربته جا رائع بزاف. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى لكم عشاق مبروكة، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامة. وهذه بعض الصور للتحلية. الى اللقاء.